يعني عمان هذه لغز بصراحة. يعني عمان بالمناسبة عمان هي الوسيط الذي طلب منه الإيرانيون التوسط لدى الأمريكان والغرب لعقد هذه الصفقة. يعني دور عمان يعني خطير ومهم جدا 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 يعني، ولا بد من يعني وضع المجهر على عمان. عمان هي الطرف الوسيط الذي هدهد من تخوفات الأمريكان وهدهد من تخوفات الإيرانيين وجمعهم في هذا اللقاء، و5+1 يعني هذه كلها طبخة طبخت في عمان. هذا دليل ايش؟ دليل على ان الدور العماني دور محوري وخطير صحيح، ويجب الانتباه له. هاي واحدة. الشغلة الثانية ان هنا في طرف الارض العمانية هنا شبه جزيرة راس مسندم. هاي ارض عمانية وفي طرفها خصب. من هنا، من هذه النقطة استطاعت إيران أن تلتف على العقوبات الاقتصادية. كيف يا دكتور؟ بضائع تهرب من هنا، بضائع تستوردها إيران إلى دبي. ومن دبي هنا من دبي، ومن دبي تتحرك إلى ساحل راس الخيمة إلى خصب. ومن خصب وأصبحت عاد إيران تستعمل هذا الممر لتهريب السلاح إلى الجزيرة العربية. نعم دكتور عبد الله، يعني السؤال لماذا عمان؟ ليه عمان؟ يعني لماذا عمان تحديدا يعني لجأت لها إيران؟ يبدو والله أعلم أن عمان هي الأقرب جغرافيا إلى الأراضي الإيرانية. ويبدو أنه المذهب الرسمي في عمان اللي هو مذهب إباضي هو قريب من الشيعة. فهمت كيف؟ المذهب الإباضي قريب جدا، مدرسة من مدارس الشيعة. يعني تاريخ الإباضية ما هي من مدارس الخوارج يا دكتور؟ هم على النقيض من الشيعة؟ لا، ليس كما يشاع. يعني هي أصلا مذهب متفرع من التشيع، مثل الزيدية في اليمن. الزيدية في اليمن الآن قلبوا إلى حوثيين، صح ولا لا؟ فالإباضية مو بعيدين عن التشيع. يعني هنا السؤال، لا، أنا بقول أنه أكو علاقات تاريخية وخاصة بين إيران وعمان وقديمة، وليست بنت اللحظة. يعني فهمت كيف؟ ولذلك أكو تقليد من التقية. تتعامل عمان بها حتى مع دول مجلس التعاون الخليجي. طيب هنا السؤال، نحن فين شعارات الأشقاء الإخوة؟ يعني نحن أقرب، نحن يعني عرب والمذهب والجيران وكل هذا بدت. بل حتى يعني في أثناء الربيع العربي قامت السعودية والكويت وباقي الدول الإمارات بمساعدتها، يعني طبيعي مفهوم، هذا مفهوم. ولكن وكيف تتذكر؟ أنا ماني مستوعب يا دكتور. لا، أنا لا أقول ذلك، لكن أقول بأنه لابد من دراسة الموقف العماني من التطورات. يعني آن الأوان لكي تتضح الرؤية العمانية. لأن أنا لاحظ أن دول مجلس التعاون كلها في صوب، وعمان في فلك آخر. وأنا أتخوف على الاثنين. نخاف على عمان من هذه العزلة، ونخاف على دول مجلس التعاون الخليجي من عزلة عمان، لأنها قد تكون ثغرة إيرانية في المستقبل. مضبوط. الآن وفي هذا اللقاء ينبغي أن يعلن مشروع الاتحاد الكونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي. إذا فوتوا هذه المناسبة ستأكلنا الأيام اللي بعدها، ستأكلنا. فهمت كيف؟ هذا الإعلان
إعلان الاتحاد الكونفدرالي بين دول مجلس التعاون سينقلنا نقلة رمزية جبارة نحو التكاتف. جميل. ونحو الأمن الإقليمي ونحو خطوات أخرى كثيرة. أما إذا أثبتنا للأمريكان وللغرب بأن احنا لازلنا مصرين على فرقتنا، فسوف يتفقوا مع الإيرانيون على أجندة ستبتلعنا في المستقبل.